صباح الخير حبايب قلبي واجمل متابعين، ربنا يخليكوا ليا يا رب. تعالوا كده نعمل شويه سمك مشوي يا جماعه، انما ايه بقى، ما اقولكوش حكايه. البت روان ما كانتش ناويه تاكل منه، بس لما دقيته قالت لي حلو قوي يا ماما. صلى على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لايك للفيديو يا جماعه، انا عايزاكم تبصوا الفيديو ده، انا عايزاه يتملي لايكات. بصوا بقى، هوريكم طريقة السمك بتاعي، جربوها وان شاء الله انا متأكدة ان اللي هيجرب الطريقة دي مش هيبطلها. لا بجد والله العظيم، حبة سمك بقى ما اقولكوش يا جماعة، احسن وانضف واجمل من اللي بره بكتير قوي. بصوا، اول حاجة هنعملها هنا، انا جبت شوية فلفل رومي، طبعا انتوا عارفين ان الفلفل الرومي ده عندي في الفريزر على طول. المهم طلعت شوية كده زي ما شفتوا يا حبايب قلبي ايمان من جوه، وحطيت بقى عليه شوية كمون وفلفل اسود وبابريكا و... وكزبرة وملح، دي التوابل يعني. خلاص. المهم هنا بقى انا بضربهم في الكبة زي ما انتوا شايفين، ومجهزة بقى في الطبق حبة توم وعليه الملح. اهم حاجة يا جماعة التوم. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم منظر التتبيله تجنن، عايزه بقى اقول لكم التتبيله من كتر حلاوتها بتتاكل بالعيش مع السمك. لا حلو والله يا جماعه. المهم هنا انا بنزل التتبيله اللي انا عملتها على الثوم وعلى الملح وكنت مطلعه كده من التلاجة ليمونه كبيره، الليمون بتاع اليومين دول جميل جميل. جبت الكيلو ب15 جنيه وحطيته في الفريزر، ولسه عايزه اجيب تاني. المهم يا حبايب قلبي، طبعا السمك ده انا جايباه يا جماعه من امبارح، وغسلته وشلته في التلاجة. يعني السمك ده انا مش لسه جايباه النهارده، لا، انا جبته امبارح على اساس ان انا كان عندي اكل، يعني كان عندي امبارح محشي ومسقعه، وقلت ده هعمله بكره ان شاء الله. بس عايزه اقول لكم بقى شويه سمك يا جماعه تحفه. بجيبه من حد كده يعني الله يبارك له، السمك بتاعه بيبقى صابح، يعني تلاقي كده السمكية كده حلوة وماسكة نفسيها. المهم هنا زي ما انتوا شايفين بعصر بقى ايه، طبعا انا ما كترتش الليمون لان الليمونه اصلا مليانه ميه، فانا كل مره بحط مثلا ايه ليمونتين تلاتة على حسب، لكن دي كبيره ما شاء الله بتبقى مليانه ميه. المهم هنا بقى بقلبهم. المهم انا هنا جايه بقلب، لقيت البتاع ناشفه، التتبيله كده ناشفه، فرحت جبت شويه ميه عشان خاطر بس ايه ادوب يعني الملح والتوابل مع بعضيها وكده. والله انا اصلا كنت بفكر يا جماعه، يعني هي جت كده فكره في دماغي ان انا اعمل التتبيله دي في كيس كده واحطها في الفريزر، اجي اعمل سمك، اعمل بتنجان مخلل، اعمل منها. بس مش عارفه اذا كانت هتقعد معايا ولا لا، يعني هتعيش كده وتبقى حلوه لما تطلع من الفريزر ولا لا. انا بصراحه ما جربتهاش قبل كده. المهم هنا زي ما انتوا شايفين، هنا بقى بتبل السمكيه واسيبه على الاقل ساعه. انا بص، انا كنت هنا لسه صاحيه من النوم، يا دوبك شربت فنجان القهوه، وكان عندي حاجات السلطه بس ما كانش عندي رز، نزلت جبت رز وجيت. طبعا كانت روان لسه نايمه ومرضتش بقى ايه يعني اصحيها وكده. بصوا بسم الله ما شاء الله، السمكية يا جماعة تجنن حلوة قوي. انا احب السمك الكبير، يعني انا والشريف نحب السمكية اللي هي الكبيرة. عايزة اقول لكم بقى، لو انا هقلي السمك دوت بقسمها نصين، لكن دي طبعا عشان مشوية مش هينفع. هنا بقى ايه، خلاص خلصت وقلت ايه، بحط كده شوية تومة بفلفل كده من فوق الوش، وهسيبه بقى ايه يقعد كده في التتبيلة مثلا شوية، يعني قرب كده يا جماعة ما نيجي نجوع. قلت بقى ايه، اعمل الرز الاول وبعد كده ابتدي في الشوي. هو طبعا بيقعد في الشوي ممكن ساعة ساعة وربع، على اساس ان انا طبعا زي ما انتوا عارفين البوتاجاز يا جماعة عندي بقى واطي، ما بقاش زي الاول، مع اني والله لسه مصلحينه من قريب، معرفش ايه اللي جراله بقى، عشان بقاله كتير ولا ايه معرفش. فالمهم انا عندي العين اللي عليها الرز دي هي اللي عالية، لكن العين اللي وراها دي واطية، فبياخد مني وقت شوية. هنا طبعا انا كنت عايزه بصراحه بيني وبينكم اعمل الرز يا جماعه بالبصله، بعشق الرز اللي بالبصله، بس البت روان بنتي دي وشها فقري، بتحب الرز الابيض، فقلت اعمله ايه ابيض وخلاص. انا اصلا ما صدقت ان هي قالت لي انا هاكل سمك. هنا جبت شويه رده، في ناس بتقول لي الرده بتسوس. عايزه اقول لكم ان الرده بتسوس يا جماعه، لانها لازم تبقى في التلاجة على طول زيها زي الدقيق. انا عايزه اقول لكم بتقعد عندي سنه كامله ما بيحصلهاش حاجه، لاني دايما حطاها في كيس كده في درج التلاجة. هنا بقى عشان تشوي السمك لو عايزاه يطلع معاكي حلو زيك كده، تعملي ايه، سخني الصاجة جامد، وبعد كده وطي النار وحطيها. يعني في ناس بتقولي لا احنا ما بنرضاش نعمله عشان خاطر بيتهري مننا، عشان خاطر مش عارفة بيلزق. لا، انتي يا حبيبة قلبي سخني الصاجة جامد قوي، خليها زي ما انتوا شايفينها كده بتطلع دخان، وبعد كده وطي النار
وحطي بقى ايه السمكية زي ما انت شايفة كده، اعمليها بالدقيق وبالردة او بالردة بس، كل واحد حسب ما يعني بيحب. وبعد كده بقى بسيبها تاخد وتدي مع نفسها، ما بقلبهاش بقى غير لما بلاقيها ايه خلاص من تحت اسودت خالص. يعني بصوا هوريها لكم. بصوا يا جماعة، هي هنا انا عارفة طبعا، بصوا هنا كانت خلاص بقى اتشوت واتفحمت خالص كده، بقى اقدر اقلبها. طبعا مش هينفع ان انا كل شويه افضل اقلب فيها، عشان دي الحركه دي بتخليها تتهري. فلا، لازم اكون عارفه ان هي مثلا ايه كده خلاص اتشوت. بس لو عملتيه بنفس الطريقه مش هيتهري معاكي، لان انا في كذا حد قال لي ان هو بيتهري مني وبيفضل يتقطع ومش عارفه بيلزق في الصاجه. لا، هو عشان زي ما انا ما بقول لكم كده. طبعا انا بعمل يا جماعه سمك مشوي بقالي سنين، يعني الحمد لله بقى ايه، بقى عندي فيه يعني خبره وكده. هنا شويه التتبيله اللي فاضوا مني وانا بحشي السمك، طبعا انا مش معقوله هرميهم. دول زودتهم بقى شويه خل على ليمون على شويه ميه، وقلت ايه اشرب بيهم كده السمكيه من فوق زي ما انتم شايفين. فطبعا وانا بعمل التتبيله في الاول انا زودت على اساس كده ان اللي هيفيد هعمل منه اللي هي اللي بيسموها ايه، بتحدقي بيها السمك يعني. كده السمك خلاص خلص، دي كانت اخر واحده. بس ريحته بقى، ايه رايك يا شريف؟ حلو. ريحته جباره. حط التتبيله. ارجع كده يا شريف ورا عشان حاسب معلش. بس التتبيله بتاعته ايه، خلصنا خلاص. بصوا البت روان مش عارفه عايزه ابدا او ايه. حطي بس خليها بقى تتصفى. بصوا يا جماعه السلطه اهي، طبعا مش عامله سلطه كتير. وبص بقى ايه رايك؟ حلو. ارجع لي ورا كده وهاتلي، خلي دي بقى كده لحد ما تصفى. تعالى معايا عشان اعمل الرز. بس عليها كده تاكلي ولا هتاكلي رز يا روان؟ هو فاضل بس كنت عايزه بصراحه اعمل الرز بالبصله، بس روان ما بتحبهوش، وشريف عايزه ايه ابيض عشان المشوي، بحب مع السمك المشوي رز ابيض. ده كفايه. معايا الفوطه وبدور عليها. قالت لك هيبقى صح؟ قلت لها حبه صغيرين عشان هي يا جماعه ايه، روان مش اكله اصلا. عايزين ناكل النهارده توتي رز، ماما عايزه تاكلها النهارده. والله شوف اللي هو بالبصل احلى. بس ده عايز مقلي. بس انا بحب البصل، بحس انه بيبقى طعمه بيبقى حلو. لا هو عايز مقلي. لا والله انا عادي. رجع لي بقى كده ورا. بصوا يا جماعه، كنا عايزين نجيب طحينه بس نسيت. بصوا ادي الرز اهو، ادي السمك اهو، جت عليا كده. نجيب بقى السمكه دي بقى يا جماعه نحطها كده من غير اي خضره، يعني مش لازم اي خضره كده، اصلا اتصفت خلاص. بس عايزه اقول لكم ريحته جامده وعمال يوقعني كده، يعني مش مشكله. بس ايه رايك؟ جميل. عسل. شويه السلطه ما اقولكوش. استنى كده بقى ايه لما تجي، ولا انا من حقي؟ من حقك. من حقي صح. دوقي السلطه. بالسلطه قوي. بلاش القوطه، مفيش فايده. معلش. ها يا جماعه، حب السمك عسل مربى. رجع كده ورا شد جايبني. يلا يا جماعه، متنسوش تحطوا لايك للفيديو، اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصلوا كل جديد. تعالى كده اوريهم شكل السمك كده. بصوا دي بقى التتبيله اللي انا عملتها معاكم في الاول، جامده جباره. ده فلفل على فكره، فلفل رومي. جربوا الطريقه بتاعتي في السمك وان شاء الله تعجبكم. يلا اشوفكم على خير، مع الف سلامه.